فهنا العمليه شويه مركبه ما أيوة بين بس الطرفين. بس هو هنا ما اتجوزش، وكمان المثنى والثلاث ورباع دي في العلن. لا، ما انا بقول لحضرتك مش بتكلم على الجواز، انا بتكلم انه هنا بيدي نفسه اباحيه اقامه علاقه ربما تتطور للزواج. ايوه. لكن المرأة حتى لو مشاعرها اتجهت، عارفة ان ده حرمانية وانه هو جوزها هو الاوحد في حياتها، وانه ما تقدرش تفكر ان هي ترتبط بحد تاني الا لو اتطلقت. لكن الراجل ممكن يفكر انه ممكن يرتبط وهي لسه على ذمته. انا بدي لحضرتك الخلفية أيوة. النفسية أيوة. اللي ممكن تكون موجودة، واللي هي بتدي بعض الرجال مبررات ان هو يبص الواحدة. بس في الحقيقة هنا انا اقول للزوجة في بعض الاحيان الاعلان عن بعض الاشياء يعطيها مشروعية. ايوه صح. ما انا عرفته وخلاص، يعني هيبقى ايه قصتها؟ خناقه، طب مشكله، طب مش عارف ايه، طب وانا مكمل، لانه خلاص ما هي قاعده. فهنا في حاله الخيانه بننصح الزوجه ان هي ما تواجهش الا لو قررت الانفصال. فعلا. طول ما هي عندها التزام تجاه بيتها وتجاه اولادها وعندها قابليه انها ممكن تستمر، هنقول لها بلاش تواجهي. طب ايه الحل التاني بقى غير المواجهه؟ الحل التاني ان هي تبتدي تبعد الست دي بكل الطرق. دي اول حاجه.